أهلا بيكم معانا مرة تانية في مناقشة جديدة، وبجد بنشكركم جدا على المتابعة والثقة دي، هي دي اللي بتخلينا نكمل. النهاردة هنغوص في مجموعة مصادر عاملة جدل كبير قوي في مصر حاليا. فعلا الموضوع شكله متشعب جدا. بالظبط، القصة بتدور حوالين كام شخصية كده من مشاهير السوشيال ميديا، وفي اتهامات خطيرة جدا ضدهم. والمصادر اللي معانا دي بقى فيديوهات ومقاطع يوتيوب فيها شهادات كتير واعترافات وكمان أخبار تحقيقات وقبض على ناس. تمام، فاحنا هنا هنحاول نستكشف أهم النقط اللي في المصادر دي عشان نفهم أبعاد القصة إيه بناء على اللي قدامنا ده. بس تمام، القصة فعلا خيوطها كتير ومتشابكة زي ما المصادر بتوضح. لو حبينا نبدأ بالاتهامات الأساسية، الفيديوهات دي بتركز على إيه بالظبط؟ بصراحة أكتر حاجة بارزة هي الادعاء بوجود شبكة منظمة، شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية وبالتحديد الكلى بالذات. أيوة، وبتقال إن الشبكة دي بتستهدف ناس ظروفها المادية صعبة بالظبط كده، وده كمان مربوط في المصادر بحاجات تانية زي غسيل الأموال. أيوة، في كلام كتير عن هدايا بقى ودعم مادي شكله مبالغ فيه بيظهر أونلاين، والمصادر سمت الموضوع ده غسالات، كأنها غطا لأنشطة تانية مش قانونية. طيب، ومين الأسماء اللي المصادر دي بتسلط الضوء عليهم؟ في اسم كده بيتقال إنه كان بداية الخيط، مروة بنت الرئيس. صحيح، المصادر بتشير ليها على إنها أول واحدة طلعت واتكلمت في الاتهامات دي. هي البداية. ممكن كلامها في الأول ما كانش متاخد بجدية قوي، لكن الفيديوهات بتقول إن الوضع اتغير، خصوصا لما بدأت تظهر شهادات لناس تانية بتقول إنها باعت أعضاء فعلا. ده خلى كلامها له وزن أكبر عند ناس كتير. والقصة كبرت أكتر لما اتقبض على أسماء تانية زي أم مكة وأم سجدة. إيه دولهم اللي المصادر بتتكلم عنه؟ دول بقى بيتم تصويرهم في الفيديوهات دي كأنهم الوسيطات الرئيسيات، هم اللي كانوا بيجيبوا الناس الضحايا المحتملين أو اللي هيبيعوا كلاهم. والمعلومات اللي في المصادر بتقول إنهم اتحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيق. وفي كمان اسم سوزي الأردنية اتقبض عليها برضو. هل المصادر واضحة هي اتقبض عليها ليه؟ هنا بقى في شوية لخبطة في المعلومات اللي بتعرضها المصادر، مش متفقين؟ مش كلها بتقول نفس الكلام، بعضها بيربطها بنفس شبكة الأعضاء المزعومة دي كطرف ثالث مثلا، ومصادر تانية بتقول لأ، القبض عليها كان بتهمة تانية خالص اللي هي ازدراء أديان. الفيديوهات بتقول كمان إن ليها سوابق. والأكتر إثارة للجدل بقى هو ذكر اسم فنانة معروفة، وفاء عامر. إيه طبيعة الاتهامات اللي المصادر دي بتتكلم عنها بخصوصها؟ المصادر دي بتعرض شهادات ناس بتقول إنهم باعوا كلهم عن طريق أم سجدة، وإن الموضوع ده كان لصالح وفاء عامر. ده الكلام اللي بيتقال. وفي كلام عن سفرها كمان؟ المحامي بتاعها قال إنه بسبب ظروف نفسية، لكن في مصادر تانية بتقول احتمال هروب. الموضوع وصل إن في فيديو ادعى إنها اتقبض عليها في المطار. مهم نعرض الروايتين زي ما هما كده. تمام، ده بيخلي الصورة مركبة جدا. طيب، في أسماء تانية بتظهر في المصادر زي سلمى الرحال وليلى سلمى الرحالة دي بيتقال عليها إنها وسيطة محتملة هي كمان. المصادر بتربط بين اسمها وبين ثراء فاحش ظهر عليها فجأة. إذن عربية فخمة وشقة وملايين كده حسب ما الفيديوهات بتقول. وده طبعا أثار شكوك حوالين تورطها المحتمل في تجارة الأعضاء أو يمكن حتى احتيال استثماري. أما ليلى مقلد أو ليلى الشبح دي أسماء تانية بتتغدد كأطراف ممكن تكون في القيادة أو تمويل الشبكة دي. شبكة متكاملة بأدوار مختلفة، ده التصور اللي المصادر بترسمه. وفي كمان ذكر الناس بيتقال إنهم ضحايا محتملين زي إبراهيم شيكا ودينا مراجيح وإبراهيم الطوخي. أيوة، ووفاتهم أو اختفائهم ده بيتم التشكيك في أسبابه وربطه بالشبكة دي في بعض الفيديوهات والمصادر. للدرجة دي؟ لدرجة إن في مطالبات وصلت لحد استخراج الجثث للتشريح عشان يعرفوا السبب الحقيقي للوفاة، ده حسب كلام بعض المصادر. وفي وسط كل الاتهامات دي ظهر رد من الشيخ وسيم يوسف بخصوص قصة إبراهيم شيكا تحديدا. المصادر عرضت رده إزاي؟ المصادر عرضت إنه نفى الكلام ده تماما، وضح حسب ما ورد إنه عمل عملية عشان يشيل ورم ساركوما، وده نوع من الأورام الخبيثة، وإن العملية ما كانتش عشان مشكلة في الكلى، مش زرع كلية. لا، وأكد إنه مع فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة مش شرائها، وقال إنه عرض مساعدة مالية لأسرة شيكا كدعم إنساني، بس نفى تماما إنه اشترى كلية، وحتى استغرب فكرة إنه يشتري كلية من مصف تحديدا. الرد ده بيضيف بعد تاني للقصة فعلا. نرجع لنقطة الاعترافات اللي المصادر ذكرتها.
دي تعتبر دليل قوي في نظرهم؟ المصادر بتبرزها جدا كعامل مهم. ظهور ناس في فيديوهات بيقولوا صراحة إنهم باعوا كلاهم عن طريق ساجدة لصالح وفاء عامر، ده البعض بيعتبره تأكيد مباشر لكلام مروة الأولاني. وجود الفيديوهات دي نفسها هو اللي مخلي الموضوع. بالظبط، هو اللي مخلي الموضوع متداول بالشكل ده وبيعتبروه دليل يعني. والثراء المفاجئ والهدايا الضخمة ده خيط تاني المصادر بتركز عليه قوي جدا. الفيديوهات بتربط بقوة بين الجرائم المزعومة دي ومظاهر الثراء اللي ظهرت على بعض المتهمين. عربيات فارهة، عقارات، في كلام عن هدايا ذهب بالكيلو ساجدة وأساور مكة. ده طبعا بيغذي الشكوك حوالين غسيل الأموال. أكيد كجزء من الصورة الكبيرة. المعلومات اللي في الفيديوهات بتشير إن الجهات الأمنية زي الداخلية أو مباحث المعلومات بتتعامل مع الموضوع بجدية. في تحقيقات مكثفة وعمليات قبض بتتم، وبيتم التعامل مع القضية كملف فساد كبير يعني مرتبط بالسوشيال ميديا. وده يرجعنا لنقطة الاستغلال اللي اتكلمت عنها في الأول. بالظبط. الفيديوهات بتلمح أو بتقول صراحة إن في استغلال للظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس للمال عشان يدفعوهم يبيعوا أعضائهم، وده طبعا جانب مؤلم جدا في القصة كلها. الصورة فعلا معقدة ومليانة تفاصيل وأحيانا متضاربة بناء على المصادر دي. هي فعلا كده. اللي ممكن نستخلصه من مجمل المصادر دي هو صورة لشبكة اتهامات بتربط بين عالم الشهرة السريع على السوشيال ميديا وظهور ثروات فجأة وادعاءات بجرائم خطيرة جدا زي الإتجار بالأعضاء وغسيل الأموال. والواضح إن التحقيقات لسه شغالة والأمور بتتطور. وفي الآخر اللي بتطرحه المصادر دي للتفكير هو سؤال أعمق: إزاي ممكن واجهة الشهرة والنجومية على منصات التواصل الاجتماعي تستخدم كغطاء لأنشطة إجرامية مزعومة بالحجم ده؟ وإزاي استغلال الظروف الصعبة للناس ممكن يبقى جزء من منظومة زي دي؟ دي نقطة فعلا تستحق التأمل بعد اللي استعرضناه. بكده نكون لخصنا أهم النقط في القصة دي. لو التحليل السريع ده عجبكم وعايزين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي، ما تنسوش تعملوا 3 حاجات مهمة جدا. أيوة، دعمكم مهم. أول حاجة، اشتركوا في القناة حالا لو لسه ما عملتوش. تاني حاجة، دوسوا على زرار اللايك عشان نعرف إن المحتوى عجبكم. وتالت حاجة، شيروا الفيديو ده مع أصحابكم وفي كل حتة عشان القصة توصل لأكبر عدد. يلا مستنيينكم.